أنت مدين لي بالكثير. أنا لا أنتمي إلى هذا العالم، ووجودي هنا هو خطأ منك. إذا رفضتني أنت مثلما رفضني سائر العالم، فسأمضي بقية حياتي البائسة تعيسا ووحيدا. ألا ترى؟ من الحاجات اللي قصدت ماري شيلي انها تعملها انها ما بينتش ابدا طريقه احياء دكتور فيكتور للمسخ اللي اتعرف ما بيننا باسم فرانكنشتاين، لكن اللي اتقال ان دكتور فيكتور اداله الحياه عن طريق مواد كيميائيه. ولما القصه اتنقلت للسينما والكلام ده كان سنه 1931 عن طريق المخرج جيمس وول، اتبدلت الطريقه بتاعه احياء المسخ للكهرباء. وما بين الروايه والسينما نيجي بقى للواقع، واللي كان قبل ما ماري شيلي تتكلم اصلا في الموضوع ده. وهو ماري شيلي مش اول حد يتكلم في احياء الموتى، في غيرها مش بس اتكلم، ده كمان حاول. الحكايه بتبدا سنه 1780 وكان بطلها دكتور لويجي جالفاني، واللي كان بيحاضر في جامعه بولونيا في الوقت ده. واثناء ما كان بيعمل تجربه على ضفدع قدام طلابه، المشبك والدبوس اللي كان رابط بيهم الضفدع عملوا تيار كهرباء، وده تسبب ان رجل الضفدع اتحركت حركه بسيطه قدام جالفاني. والملاحظه دي بالذات كانت مجرد البدايه. وعلى فكره جالفاني كان ليه فضل كبير جدا في تجارب الكهرباء الحيويه، بس الموضوع بالنسبه له وقف لحد هنا. 1803 اخذ الرايه منه ابن اخوه جوفاني ألديني. في الفتره دي كان في شخص اسمه جورج فورستر، وده كان راجل متهم بجريمه قتل مراته وابنه. وبعد تنفيذ حكم الاعدام، ألديني اللي كان واخد مكان جنب مكان الاعدام بالظبط اتصل بطلاب الطب عشان ينصب نصبته وياخد جثه فورستر عشان يبتدي يعمل عليها تجاربه. وبدا ألديني يضرب فورستر قدام الجمهور عشان يثبت لهم ان هو ميت. وبعد كده راح جايب اقطاب معدنيه وراح حاططها على جوانب رقبته. انا ما بتفكركوش بحاجه الاقطاب المعدنيه دي؟ طب حد يعرف ايه سر الراس المسطحه اللي اتشهر بيها مسخ فرانكنشتاين برضه؟ لا ده ملهاش اي سبب علمي، مجرد تاتش سينمائي. المهم جورج فورستر يعتبر كان هو اول حاله ظهور حقيقيه لمسخ فرانكنشتاين حقيقي، وده كان بشهاده شهود العيان اللي شافوا الفك كان بيترعش وعينيه فتحت وايديه اتشنجت واترفعت في الهواء، وكأن فورستر رجع للحياه من تاني. وده اثار جدل كبير جدا في الوقت ده، يا ترى لو جورج فورستر رجع للحياه من تاني هيتعدل ولا لا؟ التجربه اللي تمت على جورج فورستر ما كانتش الاولى في التاريخ، بس زي ما السينما غيرت في طريقه الاحياء عشان تبقى اكثر منطقيه، الواقع هو كمان غير طريقته والناس اتعلمت. بي رايت باك، الحلقه الاولى من السيزون الثاني من بلاك ميرور، وده كان التطور الطبيعي لشخصيه فرانكنشتاين. الزوجه اللي زوجها توفى فبتقرر تتفق مع شركه عشان تنقل كل بياناته ومعلوماته في روبوت شكله بالظبط بيتصرف بنفس طريقته، وكأن مفيش اي فرق ما بينهم، كانهم نقلوا وعيه بشكل كامل. بس هنا هنسال نفسنا سؤال مهم جدا، هو ايه معنى وجودنا لو ده حصل؟ بس على فكره ده حصل. ابلكيشن ريبليكا يعتبر تجسيد تاني لفرانكنشتاين. يوجينيا كويدا واللي كانت اخترعت الابلكيشن، وبعد وفاه صديقها المقرب قررت تجمع كل صوره بياناته طريقه كلامه كل ده جوه الابلكيشن عشان تقدر تتكلم معاه من تاني وتحييه مره تانية. في الواقع فرانكنشتاين بقى اقرب من انه ما يبقاش مجرد فولكلور او حكايه. الروايه اتكلمت عن تجميع اجزاء الموتى واعادتهم للحياه مره تانيه، بس الواقع اتكلم في جزء واحد بس. ماري شيلي اتكلمت في جزء تاني وكان هو الهوية. ايه اللي يفرقنا عن بعض؟ وايه المعنى الحقيقي انك تبقى موجود؟ للأسف ناس كتير مش هتعرف تجاوب على السؤال ده دلوقتي، او يمكن احنا بقينا عايشين في عصر كلنا بقينا فيه فرانكنشتاين.